الدراسة دي كانت بتراقب المخ وهو بيحكي عن مشاعره. اللي حصل كان مفاجئ. أول ما الشخص يحط مشاعره في كلام حتى من غير ما يلاقي حلول، نشاط الأميجدالا وهي الجزء المسؤول عن الخوف والتوتر بيقل بشكل واضح. وفي نفس اللحظة نشاط البريفرونتال كورتكس اللي هي القشرة الأمامية للمخ بتنشط أكتر، وهي الجزء المسؤول عن التفكير والتنظيم والتحكم في الانفعالات. جوه دماغك الفكرة ملهاش بداية ونهاية، كلها أحاسيس، لكن لما تحكي تديها تنسيق حتى لو عشوائي، بداية ووسط ونهاية. وده بيشغل الجزء المنطقي من المخ بدل الجزء العاطفي. يعني انت مش بتطلع المشكلة بره، لكن انت بتطلع نفسك من جواها. أخطر إحساس بيكبر أي ألم إنك تحس إنك لوحدك، لكن أول ما تحكي حتى لو الشخص محصلوش نفس اللي حصله، مجرد التعاطف بيكسر الإحساس ده. علشان كده العزلة بتزود الاكتئاب والمشاركة بتقلله. مش سحر، دي بيولوجي.